ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنكمل باقي قصتنا، وبصراحة النهارده الجزء الأخير، فعشان كده كملوا معايا واسمعوني للآخر ونشوف أم أحمد دي هتعمل ايه مع رامي. بس قبل ما نبدأ لازم نسمي بسم الله ونصلي على النبي. هو طبعا مش هفكركم، اشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ قصتنا. اخرس ما تنطقش، أنا ابني أشرف من الشرف. ايه؟ اشرف من الشرف ازاي؟ هو مش كان عايز ياخد حقي مش حقه؟ ايه؟ ياخد ايه؟ هو مين اللي قالك الكلام الفاضي ده؟ ايه ده؟ هي يعني الكلام ده مش مظبوط؟ امال ايه الحكايه؟ احكيلي. يا ابني كان بيحب نادية، وهي كمان كانت بتحبه، لكن جدك كان مصمم ان هو يتجوزها، لكن نادية رافضة، وراحت لأحمد ابني واتفقوا على الجواز واتجوزوا فعلا. وفي يوم كان واقف ابني هو وعمرو بيحرسوا القصر كالعادة، سمعوا صوت صريخ جاي من القصر، جريوا عشان يشوفوا الصوت ده مين، لقوا صوت الست غالية ودخلوا ولقوا. حرام عليك، حرام عليك، ليه عملت فيا كده؟ حرام عليك، انت راجل مفتري. ايه ده؟ في ايه اللي حصل؟ في ايه يا نادية؟ انت ايه اللي عامل كده فيكي؟ في ايه؟ احكيلي. وساعتها احمد ابني لقى نادية هدومها مقطعة، جدك اغتصبها يا ابني. راح احمد هجم عليه وقعد يضرب في جدك، يضرب فيه. جدك يعمل ايه؟ طلع المسدس من جيبه وقتله، قتل احمد ابني وقتل كمان نادية وسعيد اللي معاه، ومحدش عارف حاجة خالص. وجدك راح واخدهم ودفنهم في جنينة القصر عشان محدش يعرف. وبعديها يا ابني لقينا جدك ده اتجنن لسبب لا يعلمه إلا الله، ما تعرفش ايه اللي حصل له. وفي يوم لقيناه قاتل نفسه بالمسدس، بس قبل ما يقتل نفسه كان كاتب ورقة وشارح فيها ايه اللي حصل بالظبط، وبعد كده قتل نفسه. ياه، كل ده حصل؟ كل ده جدي عمله؟ طب ولو جدي عمل كده فيهم، انا ذنبي ايه؟ يطلعوا لي انا ليه؟ انا مالي؟ اسمعني يا ابني، اسمع بقى من ست كبيرة عجوزة لف بيها الزمن ودار. امشي من هنا، امشي من القصر ده خالص، وانسى ان كان ليك جد ساكن هنا او قصر كمان. وفعلا بعد كلام ام احمد ليا مشيت، مشيت من المنطقة ديت، ونسيت ان كان ليا قصر. وعدت السنين واتجوزت سالي وكبرت في شغلي. وفي يوم ألفت كتاب عن اللي حصل ليا في القصر. وفي يوم تكريمي أنا رامي أحب أرحب بكل اللي موجودين معايا، وده أول كتاب ليا. على فكرة أنا طول عمري عايش في أمريكا ونزلت هنا بقالي كام سنة، وده أول كتاب ليا ألفه. على فكرة هو رعب، أنا بقول لكم أهو عشان محدش يخاف، وده عن قصة حقيقية وتجربة فعلا حصلت لي. وأحب أرحب بكل الموجودين وأشكركم قوي عن حضوركم هنا. هو طبعا بعد ما خلصت كلامي عن روايتي وكتابي نزلت أمضي للمعجبين طبعا عن الروايات اللي أنا موزعها. وأنا بمضي لواحدة لقيت. اتفضلي يا فندم، أنا مضيت لك أهو على الكتاب، وأنا مبسوط قوي إن حضرتك شرفتينا النهاردة. إيه ده؟ إزيك يا رامي؟ إيه ده؟ القصة عجباني قوي. فاكر؟ فاكر لما قلتلك إن إحنا مش هنسيبك؟ بس على فكرة اللي عاش القصة وعارف نهايتها وجربها غير اللي ألفها. أصل أنت مطلعني وحشة قوي في القصة يا رامي. إيه ده؟ نادية تاني؟ في إيه يا رامي؟ مالك في إيه؟ نادية؟ نادية مين؟ اهدى يا حبيبي، ده راجل بيكلمك. انت شكلك كده أعصابك تعبانة قوي، يلا عشان نروح. ها؟ آه، انا فعلا شكلي تعبان قوي يا سالي،
فعلا احنا لازم نروح دلوقتي حالا. فعلا يا حبيبي، انت محتاج تروح عشان ترتاح. يلا بينا. ايه ده؟ هي القصة دي بقى مش هتخلص؟ خلاص بقى كفاية يا رامي. بقولك ايه، تروح معاك سالي، تروح معاك مع نادية، انا ماليش دعوة. تروح معاك اللي تروح، اهم حاجة ان قصتنا النهاردة خلصت. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.